بص يا اخويا، احنا هنا كده خلصنا الزاويه الموجهه وعرفنا عنها كل حاجه. هنخش بقى على حاجه اسمها القياس الدائري والستين. في ثالثه اعدادي وفي اعدادي عامه خدت حاجه اسمها القياس الستيني. ايه بقى القياس الستيني ده؟ افكرك بيه بس سريعا. القياس الستيني ده كنت انا مثلا اما اقول لك ان الزاويه مثلا قياسها 60 درجه او 90 درجه او 30 درجه، ده كان اسمه القياس الستيني. القياس الستيني. وكنت ممكن اكتبها كده، كنت ممكن في زوايا مثلا اقولها لك ان هي مثلا 60 درجه و33 دقيقه و20 ثانيه مثلا. صح ولا مش صح؟ صح. يعني انا هنا بص بقى، فالقياس الستيني ده انت كنت عارف بيتكتب ازاي، درجات ودقايق وثواني والكلام ده، وعرفت ان الدقيقه او الدرجه فيها 60 دقيقه، والدقيقه فيها 60 ثانيه، والدقيقه فيها 60 ثانيه، الدرجه فيها 60 دقيقه. كان بيعتمد على ايه بقى القياس الدائري والستيني ده؟ كان القياس الستيني ده كان بيعتمد ان انا كنت بقسم الدايره ل 360 قوس. كنت بقسم الدايره لكام قوس؟ 360 قوس، كل قوس منهم قياسه درجه واحده. يعني اعتبر بقى دي كلها اقواس: قوس، 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 قوس. كل واحد من دول كان قياسه 1 درجه. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى القياس الستيني كان بيعتمد ان انا كنت بقسم الدايره ل 360 قوس، كل قوس منهم درجه واحده. بس هو ده اللي انت كنت عارفه عن القياس الستيني. هو ده كان كل حاجه عن القياس الستيني. وكنت ممكن مثلا اكتب لك زاويه 30 درجه و50 دقيقه و20 ثانيه مثلا. وانا لما كنت عايز الزوايا بالدرجات والدقايق والدرجات والدقايق والثواني، كنت بدوس على الزرار اللي هو فيه 3 كوما كده في القلب، كنت بدوس عليه يطلع لي الزاويه بالدرجات والدقايق والثواني. حلو الكلام، حلو الكلام. احنا بقى النهارده مش هناخد القياس الستيني، خلاص انت عارفه وعرفنا فيه كل حاجه. في بقى حاجه اسمها القياس الدائري. القياس الدائري، بص بقى، القياس الدائري ده برمز له، هسمي لك مثلا سيتا دائري. الدال دي او الدائري اللي فوق دي اسمها يعني ممكن اقول عليها ان ده اسمه القياس. هفهمك كل حاجه واحده واحده دلوقتي. القياس الدائري او راديان، اسمه قياس دائري او راديان. حلو حلو. بص بقى، القياس الدائري ده يعني انا لو عندي دايره مركزها ميم مثلا، وده وده ده اسمه نق، وده قد ده وده اسمه نق. ليه نق؟ عشان هو قطعه واصله ما بين المركز واي نقطه على الدايره. قطعه واصله ما بين المركز واي نقطه على الدايره، ده اسمه نق. وتحصر قوس طوله لام. يعني ده القوس اللي بتحصره الزاويه المركزيه دي، هو ده القوس. حلو حلو. السيتا اللي هنا دي بقى، واحده واحده، السيتا دي اسمها سيتا دائري. يعني سيتا دائري دي، سيتا دائري دي هي زاويه بتحصر قوس. القوس ده طوله نفترض ان هو اسمه لام. فقال لي بقى لو انا عايز السيتا دائري دي، هي بتساوي لام على نق. بس كده، هو ده القانون. القانون لو انا عايز الزاويه اللي هي سيتا دائري، السيتا دائري دي بيحصل فيها ايه؟ اهي هي دي بتحصر قوس طوله لام. بتحصر قوس طوله ايه؟ طوله لام اهو. وده نق وده نق، ده نق وده نق. فانا لو عايز السيتا دائري اللي هنا دي اللي هي دي، فهقول ان هي بتساوي لام على نق. سيتا دائري بتساوي لام على نق. يعني مثلا، او خليني ابسط لك القانون اكتر. يعني انا لو معايا سيتا دائري، لو انا معايا اللام والنق اعرف اجيب سيتا دائري، هقول لام على نق. طب لو انا عايز اللام او عايز طول القوس، هقول ان هو سيتا دائري
في نق. طب لو عايز النق، لو عايز ده بقى، ده هيساوي لام على سيتا دائري. يعني نحطها لك في مثلث الشقي اللي انت بتحبه ده. لو عملنا كده فاحنا نحط هنا ايه؟ يعني هنا كده بقت سيتا دائري، وهنا لام، وهنا نق. بس هو ده القانون اللي هستخدمه عشان اجيب سيتا دائري، بس كده، مش عايز حاجه تاني. يبقى السيتا دائري دي، السيتا دائري دي بتساوي لام على نق. طب لو انا عايز نق يبقى لام على سيتا دائري، طب لو عايز لام يبقى سيتا دائري في نق. بس كده، مش عايز اسميها حاجه تاني. افهمك بقى الدائري ده جه منين، او السيتا دائري دي ليه بتتكتب كده، او ليه مكتوبه حرف الدال فوقها دي، او ليه معموله كده. يعني احنا دلوقتي عرفنا القانون وعرفنا نستخدمه ازاي. بيجي في المسائل ان هو مثلا يديك سيتا دائري ويديك لام مثلا ويطلب منك نق، فلو عايز نق فاقول لام على سيتا دائري. يديني مثلا يديني مثلا يديني سيتا دائري ويديني النق ويطلب اللام، اعمل انا ايه في اللام؟ اقول لي سيتا دائري في نق. بص بقى، دلوقتي احنا عرفنا كل حاجه. لو انا بقى، بص كده، ليه بقى سموها سيتا دائري دي، او ليه دائري؟ سيتا دائري، او انا جبت وحده القياس دي منين؟ حته نظري بيقول لك ان السيتا دائري دي او علامه الدائري دي وحده قياسها حاجه اسمها الزاويه، او وحده قياس التقدير الدائري، يعني الزاويه النصف قطريه. ايه بقى الكلام المجعلص ده؟ الزاويه النصف قطريه دي هو بيقول لك هي اسمها زاويه، زاويه عادي. بص كده كده، دي اسمها، بيقول لك زاويه نصف قطريه، هي زاويه بتحصر قوس طوله يساوي نص طول قطر الدايره. يعني لام ده هو بقى بيساوي نق، وده نق، وده نق. كده بقى الحته دي او الزاويه دي قياسها واحد دائري. فواحد دائري ده جه منين؟ او انا قست الزاويه بالتقدير دي منين؟ بالزاويه النصف قطريه. الزاويه النصف قطريه دي هي زاويه تحصر قوس طوله نص طول قطر الدايره. يعني انا لو من هنا، بص، لو عايز اجيب سيتا دائري من هنا هقول ايه؟ مش انا هقول لام على نق من القانون ده؟ طب لام بقى بيساوي ايه دلوقتي؟ مش بقى بيساوي نق؟ يعني انا ممكن اشيل اللام دي واحط نق، بقى نق على نق بواحد، بقى سيتا دائري بتساوي واحد دائري. بس يبقى انا بقيس بالتقدير الدائري دي، بقيسها ازاي؟ بقيسها بالزاويه النصف قطريه. الزاويه النصف قطريه دي هي زاويه تحصر قوس طوله يساوي نص طول قطر الدايره. يبقى الزاويه النصف قطريه هي زاويه بتحصر قوس طوله نص طول قطر الدايره. بس كده، مش عايزك تعرف حاجه تانية عنها يعني. بس يبقى انا عرفت ازاي جيت القياس الدائري، او بيقيسوا ازاي، او وحده قياسه جت ازاي. وحده القياس الدائري هي الزاويه النصف قطريه اللي هي واحد دائري. بس كده، فهمت. تعال نحل شويه امثله على دي. هنطبق القانون بس، مش هنعمل حاجه تاني ولا اكتر ولا اقل. بص هو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك في كل من الدوائر الاتيه اوجد المطلوب اسفل كل شكل. يعني هنا بص، هو مديني الدايره دي اهي، ارسمها لك كبيره اهي، ادي الدايره اهي، وادي ميم اهي، ومديني كده كده، وبيقول لي ان ده ب 12 سنتيمتر وده 8 باي سنتيمتر. عايز قياس زاوية ألف ميم ب. ألف، بص هو هحط لك هنا ألف أهي وهنا ب. عايز قياس زاوية ألف ميم ب. أجيبها إزاي بقى ألف ميم ب دي؟ مش دي هي سيتا دائري؟ طب ما أنا معايا إيه؟ ما أنا معايا نص القطر ومعايا طول القوس اللي هو لام. يعني أنا ممكن أحط المثلث الشقي بتاعنا أهو، دي سيتا دائري، دي لام، دي نق.
اشوف هو مديني ايه وعايز ايه، بس كده. يعني هي السؤال بيجي عليها سهل قوي وعبيط قوي. هنطبق القانون، مش هنعمل اي حاجه تاني. هو بيقول لك لاقرب جزء من 10 بس، هي دي. فانا لو عايز الزاويه او عايز السيتا دائري اعمل ايه؟ ان السيتا دائري اهي بقت بتساوي لام على نق، وهو بيبقى مديلك دول في المساله. طب لام بكام؟ لام ده اللي هو طول القوس، لام طول القوس، طول القوس اللي بتحصره الزاويه اللي هي سيتا دائري، اللي بتحصره الزاويه اللي هو لام القوس يعني. فطول القوس هنا كام؟ 8 باي. طب ما هو 8 باي. طب نق بكام؟ ما هو 12 اهو. بس كده. يبقى 8 باي على ال 12 على الاثنين فيها الاربعه على الاثنين، او على الاربعه فيها الاثنين على الاربعه فيها الثلاثه، يعني 2 على الثلاثه باي. يعني دي الاقرب جزء من 10 بكام؟ 2 على الثلاثه باي. 2 و9 من 100 دائري. بس كده. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. هو اداني لام واداني نق، وانا عايز السيتا دائري، خلاص يبقى السيتا دائري بتساوي لام على نق، قسمت ده على ده طلعت الاقرب جزء من 10 خلاص. او ممكن اخليها 9 دي تدي الصفر ده 1 فتبقى 2 1 من 10 دائري. بس دي كده الاقرب جزء من 10 عشان هو طالب الاقرب جزء من 10 بس، ولا اي حاجه. خش على اللي بعده اهو. عايز طول نص القطر، عايز طول نص القطر، حط المثلث الشقي. سيتا دائري لام نق. هو عايز ايه؟ عايز ده، لانه عايز طول نص القطر. طب اجيب من نص القطر ده منين؟ ما هو النق ده بيساوي لام على سيتا دائري. اللام ده طول القوس. طب فين اللام؟ اهو. اللام اهو 5 باي اهو، 5 باي. طب السيتا دائري بكام؟ اهو قال لك ان هي باي على الاثنين اهو، باي على الاثنين. فدي هتروح مع دي تطلع فوق يعني 10 سنتيمتر. ال 10 سنتيمتر اللي طلع ده هو نص القطر اللي هو ده. بس كده. حط القانون بيديك الحاجتين يطلب التالتة، خلص الموضوع. اللي بعده قال لك، بص قال لك ايه؟ عايز طول القوس أ ب الأكبر. طول القوس أ ب الأكبر، لأن بص الزاوية اهي. فين القوس أ ب؟ هو ممكن أقول إن القوس ده أو هو القوس ده، فكان لازم يحدد لي. فالقوس ده هو القوس الصغير، القوس ده هو القوس الكبير. فالقوس الكبير ده الزاوية اللي قدامه هي كام؟ أهي اللي هي 5 على 4 باي. ونص القطر بكام؟ ب8. يبقى أنا أحط المثلث أهو سيتا دائري لام نق. هو عايز ايه؟ عايز لام. فلام بتساوي سيتا دائري في نق. فين سيتا دائري؟ اهو 5 على 4 باي اهو، 5 على 4 باي. ده لام. 5 على 4 باي ده اللي هو سيتا دائري مش لام، عفوا. فاضربها في نق. نق كام؟ 8. يبقى على الأربعة فيها الاتنين على الأربعة فيها الواحد، يعني 10 باي. كام دي؟ 31.4. انا كنت بجيب ايه؟ بجيب اللام يبقى سنتيمتر بس كده. 31.4. طب ولنفترض ان هو كان عايز القوس أ ب الأصغر، يعني لو كان عايز ده تجيبه ازاي ده يعني؟ لو هو عايز ده، المفروض السيتا دائري اللي قدامه. فين سيتا دائري اللي قدامه؟ اللي هي دي. طب انت مجنون ولا ايه؟ اهو اللي هي دي. فكنت المفروض اجيب دي ازاي؟ مش هم كلهم 360؟ 360. طب 5 على 4 باي دي كام؟ المفروض انقص منها، يعني اقول 360 ناقص 5 على 4 باي دي بكام؟ 225 درجة. عشان باي شلناها هنا وحطينا 180. ماشي؟ ف 180 فتطلع كام دي؟ 100 كام؟ 135. فالزاوية اللي هي 135 دي
بس دي بالتقدير 60. لسه بقى دي هنخش فيها بعدين، بس انا بفهمك بس لو انا عايز القوس الاصغر يبقى انا لازم اجيب الزاويه اللي قدامه، لازم اجيب الزاويه دي بالتقدير الدائري عشان اعرف اجيب طول القوس ده وانا معايا نق. بس دي هنحولها لدائري لسه قدام شويه في الدرس يعني. بس كده يبقى هو ده اللي عرفناه في الليله دي كلها، ان لو معايا ان لو عايز سيتا دائري هي بتساوي لام على نق، وعرفنا ان ازاي جت واحد دائري دي، او عرفنا ان الدائري ده ازاي بيتقاس بالزاويه النصف قطريه، وعرفنا ان الزاويه النصف قطريه دي هي ايه؟ ها؟ هي زاويه تحصر قوس طوله نص طول قطر الدايره، بس كده اللي هي واحد دائري، بس مش عايزين حاجه اكتر من كده. خش على اللي بعده بقى. بص بقى يا عم، كده احنا عرفنا القياس الدائري القياس الدائري وعرفنا كل حاجه فيه وجه منين والليله دي، وعرفنا القانون سيتا دائري لام على نق يديك حاجتين يطلب الثالثه وخلص الموضوع. في نقطه بقى، ولا افترض اكيد السؤال ده جه في دماغك، يعني مثلا لو انا معايا 30 درجه، طب ما انا اخليها ازاي حاجه واكتبها دائري؟ مش السؤال ده اكيد جه في دماغك يعني؟ المفروض انا عايز بقى احول ال 60 اللي انا كنت اعرفه ده اللي انا عارفه، عايز احوله لدائري بقى. اعمله ازاي يعني؟ لو معايا حاجه 60 وعايز احولها لدائري، تعالى واحده واحده وبالراحه. بص، مش انت كنت واخد حاجه في تانية اعدادي كانت بتقول لك ايه؟ مش كانت بتقول لك ان قياس، يعني لو رسمت لك دايره كده هنستنتج بس منها ازاي نحول من 60 لدائري او نحول من دائري ل 60. لكن اكيد لما شرحنا القياس الدائري انت بقى المفروض فهمت ان انا لو معايا 60، طب ما انا عايز احوله لدائري اعملها ازاي دي؟ طب ما لو معايا دائري عايز احولها ل 60، طب ما انا اعملها ازاي؟ هي دي بقى اللي هنقولها دلوقتي. لو معايا دايره هنا وهنا نق وهنا نق وده اسمه لام، وهنا عندي زاويتين، واحده بالستيني سميتها س درجه، وواحده بالدائري سميتها سيتا دائري. يعني الزاويه دي ليها قياسين عادي، واحد ستيني واحد دائري. انا عايز بقى اعرف احول ازاي ما بينهم هما الاثنين. انت كان عندك بقى حاجه في ثالثه اعدادي كانت بتقول لك ان قياس القوس على قياس الدايره كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي طول القوس على طول الدايره. طول القوس على طول الدايره، ما هو طول الدايره ده هو محيط الدايره. يبقى انا ممكن اكتبها عادي طول القوس، يا عم اكتبها لك هو طول الدايره، بس كده كده طول الدايره هو محيط الدايره. تعال نعوض بقى كده، هنستنتج القانون مع بعض اللي هو تحول ازاي من 60 لدائري. قياس القوس، هو مش قياس القوس ده كان بيساوي قياس الزاويه المركزيه اللي بتحصر القوس ده؟ طب ما هو القوس ده لام، فين الزاويه المركزيه اللي بتحصره؟ اهو، اللي هي بالدرجات، اللي هي س درجه اهي، س درجه على قياس الدايره. قياس الدايره كلها كام؟ 360 اهو، 360. احنا بنستنتج القانون مع بعض. طب طول القوس، طب ما طول القوس انا عارف ان هو لام اهو، على طول الدايره. طول الدايره ده اللي هو محيط الدايره اللي هو 2 باي نق اهو، 2 باي نق. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ في اي حاجه ولا حاجه صعبه؟ خلينا نكمل واحده واحده وبشويش. ينفع اعمل دي كده اقسمها على الاثنين؟ ينفع عادي. يعني س درجه دي، بص هودي الاثنين دي واقسم دي على الاثنين، بس كده. فيها مشكله دي ولا في اي مشكله؟ يبقى س درجه على 180 درجه بتساوي لام على باي نق. صعبه دي؟ ما عملتش حاجه، انا الاثنين دي طيرتها وقسمت هنا على الاثنين بس. يعني دي على الاثنين فيها الواحد وهنا على الاثنين فيها ال 180 بس، ما عملش اي حاجه تاني. طب ما هو بص بقى الحته الشقيه الجميله دي، لام على نق ده بايه يا ابويا؟ لام على نق ده بايه؟ مش لسه واخدينها سيتا دائري؟ مش سيتا دائري ده هو لام على نق؟ لام على نق اهو. يعني انا هنا ممكن اقول ان القانون بقى قدامي ان هو س درجه على 180 درجه
بقت بتساوي سيتا دائري على باي. الله 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 الله، حته شقيه. فلام على نق ده هو سيتا دائري. بس كده خلاص، كده انت وصلت للقانون اصلا وانت اللي استنتجته معايا. كده انا خلصت القانون. ليه بقى خلصت القانون؟ يعني انا لو معايا، ولنفترض ان معايا حاجه بال60 مثلا وانا عايزها دائري، اعمل ايه يعني؟ هضرب في باي على 180 بس كده. يعني انا لو عايز السيتا دائري، لو عايز ده، بص انا عايز ده وانا معايا ال60، يبقى هقول ان ده بيساوي ايه؟ س درجه، او السين بالدرجات اللي هو القياس ال60 اضربه في باي على 180. طب لو انا عايز ال60 وانا معايا الدائري، عايز ده اعمل ايه؟ هضرب ده في ده على ده، يعني سيتا دائري في 180 على باي. انت تحس ان القانون شكله ملعبك، بس انا هبسطها لك دلوقتي في الشكل ده. بص كده، يبقى احنا عرفنا، احنا عرفنا لحد دلوقتي. سيبك من ده يا عم انت خلاص مش فاكر دي، خلاص عادي، بس انا استنتجناها مع بعض عشان ما تنساش القانون. فسيتا دائري عرفنا ان انا لو معايا حاجه بالقياس الدائري، معايا حاجه بالقياس الدائري، انا عايز حاجه بالقياس الدائري، معلش انا عايز حاجه بالقياس الدائري ومعايا ال60 بتاعها، هضرب القياس ال60 في باي على 180 كده جبت الدائري. طب لو انا عايز ال60 ومعايا الدائري، هضرب الدائري في 180 على باي، وبارك الله فيما رزق. يعني انا هنا بص بقى، نعمل لك شكل جميل. ده س درجه وده سيتا دائري. بص بقى الكلام الجميل، انا من هنا وعايز اروح هنا، يعني دي س درجه اهو، معايا السين بالدرجات، عايز اروح لسيتا دائري، اضرب في باي على 180. يبقى انا لو معايا السين درجه او السين بالقياس الستيني وعايز اروح للدائري، اعمل ايه؟ هضربها في باي على 180. طب لو جاي كده، لو انا معايا الدائري بقى وعايز الستيني، لو معايا الدائري وعايز الستيني، اضربها في 180 على باي، بس كده بشقلبهم يعني. بس هو احنا مش هنحل غير بالشكل ده، بس كده. ان لو معايا، طب مثلا خلينا مثلا 60 درجه يا ماما 60 درجه، عايز احولها للتقدير الدائري، نعمل ايه بقى؟ مش انا معايا بال60 اهو، اضربها، هاخد ال60 دي اروح ضاربها، اضربها في ايه بقى؟ اضربها في باي على 180، بقت بتساوي باي على 3. باي على 3 دي اللي هي كام؟ كام بالتقدير الدائري؟ بقت 1.4 دائري. يبقى انا خدت ال60 درجه اهي وانا عايز اروح للدائري، عملت ايه؟ ضربت في باي على 180. طب خلينا مثلا دي اللي هي 1.4، عايز ارجعها لاصلها، اضربها في كام؟ هضربها في 180 على باي، هترد لي على طول 60 درجه. بس كده بس. يبقى انا لو معايا السين درجه، لو معايا بالدرجات او بالقياس الستيني وعايز الدائري، هضرب في باي على 180. طب عايز الدائري ولا ايه بقى؟ عايز الستيني ومعايا الدائري، اضربها في 180 على باي، بس كده. هو ده اللي هتحل بيه، هو الشكل ده بس، مش عايز منك حاجه تاني. خش على اللي بعده. تعال ناخد شويه كام مثال. مثال كده في السريع. اول واحد اهو، بس ملحوظه بس، ان لازما في القانون ده اللي احنا خدناه في الاول، لازم يكون سيتا دي بالقياس الدائري، لازم أن تكون بالتقدير الدائري. يعني مثلا بص هنا، بص تعال هشرحها لك هنا.
خلينا المثال ده بعديها. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك ان رسمت لك دايره اهو، اكبرها لك شويه. بص لو رسمت لك دايره كده وقلت لك مثلا ان طول القوس ده مثلا 12، وقلت لك نص القطر ده ب6 مثلا، او خلينا نشيل ال6 دي. انا بس عايز افهمك ان ده ما ينفعش يشتغل غير بالتقدير الدائري بس، ما ينفعش يشتغل غير بالتقدير الدائري. واديتك الزاويه دي ب 60 درجه مثلا، وقلت لك عايز نق، تعمل ايه بقى انت؟ هل بقى مش انا عايز نق ده فهقول لام على سيتا دائري؟ ينفع اقول بقى هو 12 على 60 درجه؟ لا، اقول 12 على دي بقى بالتقدير الدائري. يعني انا هاخد ال 60 دي الاول اروح محولها بالتقدير الدائري. تتحول ازاي بالتقدير الدائري؟ هضرب 60 في باي على 180 فيطلع لي باي على 3. كده انا حولتها للتقدير الدائري، كده القانون ده يشتغل معايا. يبقى القانون ده ما يشتغلش غير لما تكون سيتا بالتقدير الدائري، خد بالك. يبقى انا لو استخدم القانون ده لازم يكون السيتا بالتقدير الدائري. عشان كده شرحنا ايه؟ عشان كده شرحنا انك تحول من 60 لدائري ومن دائري ل 60، لان هو هيجي لك في السؤال انت مفكر ان هو هيبقى كريم معاك يعني كده عادي؟ لا، هيقول لك مثلا ان الزاويه دي بيديلك بالتقدير الدائري ويديك اللام ويقول لك هات النق. لا، هيديك الزاويه بالتقدير ال 60 تروح انت محولها لدائري، بعد كده تجيب بقى اللي هو عايزه. يبقى القانون ده ما يشتغلش غير لما تكون السيتا بالتقدير الدائري بس. كده فهمنا القياس الدائري، وعرفنا ان القانون ده ما يشتغلش غير في القياس الدائري. تعال نحل السؤال ده يا عم. بص بيقول لك بندول بسيط طول خيطه 14 سنتيمتر. جه في امتحان قبل كده السؤال ده، خلي بالك. طول خيطه 14 سنتيمتر يتذبذب بزاويه قياسها 1/10 باي. طول قوسه كام؟ بص واحده واحده وبالراحه. البندول، عارف شكل البندول عامل ازاي؟ فاكر؟ اللي هو ممسوك من هنا كده وفي حاجتين تحت، يفضل يروح ويجي يروح ويجي، يعني بيعمل قوس. يعني لو فرضت ان ده كده، يعني البندول ده اهو يا عم، عامل لك بندول اصلي اهو. ده البندول هيفضل يروح كده ويجي كده، هيفضل يروح ويجي يروح ويجي. هو قال لك ان طول خيطه 14 سنتيمتر وده المركز بتاعه، يبقى نص القطر 14. خلاص، يبقى نص القطر ب 14، الموضوع انتهى. يتذبذب بزاوية قياسها 1/10 باي، يعني الزاوية دي 1/10 باي، 1/10 باي. وخد معلومة دي ملحوظة، الملحوظة الشقية. بيقول لك ايه بقى؟ ان باي تكافئ في التقدير الستيني تكافئ 180 درجة. ايه يا جدعان؟ اهو باي تكافئ 180 درجة بالقياس الستيني. يعني انا لو باي عايز احولها لقياس ستيني هي 180. قول لي ليه؟ اقول لك ليه. وخد برضو الملحوظة دي، ان انا لو عندي مثلا 5/4 باي عايز احولها ل60 على طول، اعمل ايه؟ شيل الباي دي وحط 180 درجة على طول، ما تعملش بالقانون. اقول لك ليه؟ لان انا لو كان معايا 5/4 باي وانا عايز احولها، يعني دي دائري عايز احولها ل60، كنت بضرب في كام على الكام؟ كنت بضرب في 180 على باي. صح ولا مش صح؟ فالباي هتروح مع الباي، فكده كده انا هضربها في 180 درجة بس. ماشي؟ يعني انا لو معايا، الملحوظة دي مهمة والله،
2 على 3 باي اهو يا عم، اكتبها لك بالشكل بتاعها 2 باي على 3 دي بالتقدير الدائري. انا عايز احولها ل 60، يبقى باي لو في باي يبقى ده تقدير دائري، باي تقدير دائري. طب لو 60 تبقى تكافئ كام؟ 180 درجه. طب 2 باي هي كده تقدير دائري، طب 60 تبقى 360 عشان اشيل 180، عشان اشيل الباي واحط 180. فلو 2 باي على 3 دي انا عايز احولها ل 60، اشيل الباي دي واكتبها 180 درجه بس كده. كده انا حولتها ل 60 بس. ليه قلت كده؟ ده اختصارا عشان انا كده كده هضرب في 180 على باي، فالباي هتروح مع الباي يبقى لي 180. فاختصارا لو معايا 2 باي مثلا على 5 انا عايز احولها لتقدير 60، يبقى اشيل الباي واحط 180. ده اختصارا بس، وانت عرفت جت منين وليه حصلت. في مشكله؟ مفيش مشكله. تعالى بقى نكمل سؤالنا. دي كانت ملحوظه سريعه. قال لك يتذبذب بزاويه قياسها 1 على 10 باي. 1 على 10 باي دي دائري ولا ستيني؟ دائري عشان موجود فيها باي. ما دام موجود فيها باي يبقى دائري. طب الباي تكافئ ايه بالستيني؟ 180 درجه بس كده. يبقى الواحد على 10 باي دي تقدير دائري. طب هو كان عايز ايه؟ كان عايز طول القوس المثلث الشقي اهو، سيتا دائري لام نق. انا عايز طول القوس اللي هو لام، يبقى لام بيساوي سيتا دائري في نق. سيتا دائري بواحد على 10 باي. طب نق بكام؟ قال لك ان هو ب 14، طول الخيط ب 14. يبقى اللام بكام؟ 4 و4 من 10. 4 و4 من 10 بس كده تقريب يعني 4 و4 من 10 سنتيمتر بس. يبقى انت فهمت قصه الباي وال 180. باي بالدائري تكافئ 180 بال 60. وبارك الله في المرازق. جالي حاجه، جالي 10 باي على 9 يبقى شيل الباي وحط 180 درجه على طول، يبقى انا حولتها ل 60 وجت من نفس القانون. بس كده كده الباي هتطير بس. تعالى بقى، احنا كده فهمنا برضو هنحول ازاي من 60 لدائري. اكتبهم لك تاني القوانين. لو معايا س درجه وعايز اروح للسيتا دائري، لو معايا بالدرجات، لو معايا بالقياس الستيني وعايز اروح للدائري، اضربها في باي على 180. طب لو معانا سيتا دائري وعايز اروح لباي، شو راح نعمل؟ اضربها في 180 على الباي بس كده. في مشكله؟ مفيش مشكله. السؤال بيقول لك ايه؟ هو يجي لك كده على فكره في الامتحان، بيقول لك اوجد لاقرب ثلاث ارقام عشريه القياس الدائري للزاويه التي قياسها الستيني دي. ده القياس الستيني اللي هو 75 درجه و32 دقيقه و15 ثانيه. ده القياس الستيني. انا عايز احوله لدائري، يبقى اضربه في كام؟ اضربه في باي على 180 درجه. يطلع لنا كام يا عم كيمو؟ ايه؟ 1.3 دائري بس كده. في اي مشكله؟ ولا في اي مشكله. ودي بكتبها ازاي على الاله عشان برضو ما تحتس؟ اديني الاله كده. بص يا ابويا، شايف الزرار اللي هو الكوما ده؟ انا بكتب اهو 75 اهو 7 5 وادوس كوما، وبعدين 3 2 وادوس كوما، وبعدين 1 5 اللي هو 15 وادوس كوما. كده هي بالدرجات والدقايق والثواني. طب لو دوست اس دي، لو دوست اس دي هتطلع لك 75 و5 من 10. اللي طلع لك ده هي بالدرجات. يعني انا لو عايز اخليها درجه بس مش دقايق وثواني، هكتبها على الاله وادوس اس دي، طلعت لي 75 ونص. اضرب 75 ونص في باي على 180. والباي تكتبها على الاله تدوس شيفت زرار 10 اكس 10 اللي تحت ده، شيفت اكس 10 اللي تحت ده يديك باي بس. هطلع لك 1.3 من 10 دقايق. وعرفت ازاي بتحل على الاله. في مشكله ولا في اي مشكله؟ اللي بعده قال لك اوجد القياس الستيني لزاويه التي قياسها 2.38 دائري. انا دي معايا بالدائري عايز اخليها ستيني. نشوف اهو، اضرب في كام؟
احنا هنا عشان ما تتلخبطش القوانين اهي. انا معايا بالدائري عايز اروح للستيني اضربها في 180 على باي اهو، 180 على باي تطلع كام؟ دي تكتبها على الاله زي ما هي، تكتب 2 علامه 3.8 وبعدين تضربها في 180 على باي يطلع لك كام؟ بص يا عم نكتبها لك على الاله اهو، 2 علامه و38 من 100 هضربها في كام؟ 180 درجه على باي، باي اللي هي بتتكتب شيفت اكس 10 دي تدوس يساوي، طلع لي 136 و3 من 10، دوس الكوما يطلع لك بالدرجات 136 درجة و21 دقيقة و50 ثانية. بس كده، في مشكلة؟ هو قانون بتعوض تضربها وخلاص وخلص الموضوع. اللي بعده بيقول لك حول 30 درجة إلى قياس دائري بدلالة الباي. لما يجي لك حاجة يقول لك بدلالة الباي سيب الباي زي ما هي. يعني إيه؟ مش أنا معايا ال 30 درجة أهي، المفروض عشان أحولها لدائري أعمل إيه؟ المفروض هضربها في باي على 180 صح؟ دي اما اضربها في دي يديني قياس دائري. هو بقى عايز القياس الدائري بدلالة الباي، يبقى الباي تسيبها زي ما هي. يعني ايه؟ هو اهي 30 هضربها في كام؟ في باي اللي هو شيفت اكس 10 على 180 طلعت لي 1 على 6 باي اهي، 1 على 6 باي بس كده، عشان هو قال لي عايزها بدلالة الباي. طب لو كنا شلنا كلمة بدلالة الباي دي طلع لي 1 على 6 باي، ادوس اس دي تطلع لي 5 من 10. تطلع 5 من 10 لو هي مش بدلالة الباي. بس لو بدلالة الباي يبقى سدس باي، يبقى ما ادوس اس دي على الاقل عشان هو قال لي بدلالة الباي. ايه اللي بعده؟ بيقول لك عين، بص بقى الكلام بقى، بص الكلام بيقول لك عين الربع التي تقع فيه الزاويه الموجهه لكل من الزوايا التي قاستها كالتالي. هو انا عشان اعين الربع المفروض اعملها ايه؟ دائري ولا ستيني؟ احولها ل 60 عشان اعرف هي بتقع في كام، ولو حولتها ل 60 وطلعت اعلى من 360 يبقى هنقص منها 360 عشان لازم اجيب اصغر قياس موجب عشان اعرف هي بتقع في الربع الكام. طب اول واحده دي كانت كام؟ كانت 2 علامه 0 2 دائري. عايز اعرف هي بتقع في انهي ربع، اعمل ايه؟ احولها ل 60. احولها ل 60 ان انا اضرب في كام؟ يعني انا معايا دائري اهي، عايز احولها ل 60 يبقى اضربها في كام؟ في باي، لا في 180 على باي. كده انا هحولها ل 60 كده بقى 2 علامه 0 2 اضربها في كام؟ في 180 على الباي اللي هو شيفت اكس 10 طلعت 115 علامه 7، يعني طلعت 115 و7 من 10 درجه. هل انا عايز هكتبها بالدرجات والدقايق والثواني؟ ادوس كوما يبقى تتكتب 115 درجه و44 دقيقه و14 او 15 ثانيه بس كده. الزاويه 115 دي تقع في الربع الكام؟ هل ده اصغر قياس موجب؟ اه ده اصغر قياس موجب. تقع في الربع الكامل 115 اكبر من 90 واقل من 180 يبقى تقع في الربع ايه؟ التاني. بس كده مفيش مشكله. خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك سالب 7.3 دائري. عايز اشوف هي بتقع في انهي ربع. هي معايا بالدائري عايز احولها ل 60 اضربها في 180 على باي تطلع بكام؟ اهو سالب 7 سالب 7.3 في 180
180 على باي اللي هو شيفت اكس 10 طلع لي سالب 418. بص طلع كام؟ سالب 418 درجة. وكام بقى؟ و2 من 10 او 3 من 10. سالب 418 دي هل ده اصغر قياس موجب؟ لا. فاللي طلع لي هو ده سالب 418 و2 من 10. اروح اعمل ايه؟ نقص منه 360 ولا ازود عليه؟ لا ازود عليه عشان ده قياس سالب. فزود عليه 360 طلع لي سالب 58. هل ده اصغر قياس موجب؟ يعني دي اما ازود عليها 360 طلعت ان هي سالب 58 و3 من 10. طب انا ازود عليها 360 كمان عشان اجيب اصغر قياس موجب. طلعت لي لو زودت على دي 360 كمان هتطلع 301 و7 من 10 درجه. ف 301 و7 من 10 درجه دي فين؟ او 301 دي فين؟ دي اكبر من ال 270 واقل من 360، يعني في الربع الرابع. بس كده. في مشكله؟ مفيش مشكله. عشان لازم كنا نعرف ان الزاويه دي بتقع في الربع الكام لازم اجيب لها اصغر قياس موجب. طب اللي بعده، خلينا نمسح ده كده. اللي بعده بيقول لك 5 على 4 باي. هل بقى انا هعمل اختصارا للوقت هل هضرب؟ يعني بص، مش دي بالتقدير الدائري اهو 5 على 4 باي، هي دي كده بالتقدير الدائري. فهل بقى المفروض انا هضربها في كام؟ المفروض هضربها في 180 على باي عشان احولها ل 60. فدي هتطير مع دي، فهيبقى لي 5 على 4 في 180. بس اختصارا انا قلت لك انا معايا دي بالتقدير الدائري، عايز احولها ل 60 اروح شايل الباي دي على طول وحاطط مكانها 180 درجه. اختصارا للقانون ده، ما انت خلاص عارف كده ان الباي هتطير. فخمسة على 4 في 180 طلعت 225. 225 بالتقدير الستيني. ف 225 دي هي اكبر من 180 واقل من 270. اكبر من 180 واقل من 270، يعني دي في الربع الكام؟ الثالث. بس كده. في مشكله؟ مفيش مشكله. بيقول لك اوجد طول القوس. اوجد طول القوس الذي تحصره زاويه مركزيه قياسها ده مرسومه في دائره طول نصف قطرها 10.5 سنتيمتر مقربا الناتج لاقرب سنتيمتر. يعني هو عايز ايه؟ عايز طول القوس المثلث الشقي بتاعنا. هو الدرس كله بيتمحور حوالين القانون ده اللي هو سيتا دائري بتساوي لما على نق. بس كده. وفادك ان هو تعرف تحول ال 60 لدائري عشان لما يجيبها لي 60 زي دي اعرف احولها لدائري عشان اعرف استخدم القانون ده. فهمت بقى هي قال لك ليه كده؟ فانا معايا ايه؟ هو عايز لام صح؟ عايز طول القوس لام. فالمفروض انا هقول لام ده هو سيتا دائري على نق. وقال لي نق بكام؟ ب 10 ونص. سيتا دائري دي بجيبها منين؟ مش هو قال لي بيحصر زاويه مركزيه قياسها ده؟ بس ده 60، يبقى انا اروح محوله لدائري. ان انا اضرب في كام؟ احوله لدائري. افتكر معايا كده القانون، اضرب في كام؟ احوله لدائري مش 60. يبقى اضربه في ايه؟ 180 على باي. طلع كام؟ 2 و66 دائري. ده التقدير الدائري. وبرضه نفس الكلام، انا عايزك بس القانون ده هو مش صعب مش صعب اهو. راح فين اهو؟ ان ده احوله لده بالنضرب في ده، وده احوله لده في النضرب في ده. بس كده. هو كان مديني س بالدرجات، فانا عايزها بالدائري فضربتها في باي على 180 بس. عايزك تحفظ القانون ده. انا ضربتها في 180 على باي اصلا. ايه ده؟ س بالدائري. بص انا بقول لك عايزك تحفظ القانون، انا نسيته. انا كان معايا دي المفروض اضربها في كام عشان احولها لدائري؟ في باي على 180. بص عملتها ايه؟ 180 على باي. يا لهوي. في باي على 180 طلع كام؟ معلش
انت كنت كاتبها صح. هتلعب بكام بقى؟ 2.66. لا مؤاخذة يا اخواتنا، لا مؤاخذة نسينا القانون. يبقى في على 180 تلاقي في 2.66 دائري، فانا هشيل دي واحط 2.66 دائري على 10.5. طلعت بكام بقى دي؟ 25%. كم؟ 25%. 25 سنتيمتر. بس كده. يبقى ده طول القوس اللي هو لام. في مشكلة ولا أي مشكلة؟ أنا بكتب القانون بس ما بعملش حاجة تاني. طب ده قال لك اوجد محيط الدائرة التي بها زاوية محيطية قياسها 30 درجة يقابلها قوس طوله 5 سنتيمتر. بص بقى يا اخويا، احنا شغالين على ايه؟ شغالين على ايه؟ على زاوية مركزية. مش دي الزاوية المركزية، احنا شغالين على زاوية مركزية. دي سيتا دائري، ده لام، ده نق. يبقى احنا شغالين على السيتا بالدائري في الزاوية المركزية، الزاوية المركزية. فهو اما يقول لي مش هو عايز محيط الدايرة؟ محيط الدايرة اللي هو عايزه ده اللي هو 2 باي نق. فانا ايه اللي متوقف عشان اجيب محيط الدايرة؟ يعني ايه اللي متوقف؟ ان انا عايز النق، صح ولا مش صح؟ مش انا عايز نق، ما انا لو جبت نق وحطيته هنا خلاص جبت المحيط. طب اجيب نق منين؟ من المثلث الشقي. ها، هنا سيتا دائري، هنا لام، هنا نق. فانا عايز نق يبقى لام على سيتا دائري. هو قال لك ان طول قوسه 5 سنتيمتر، يعني لام ب5. طب سيتا دائري بقى بكام؟ هو قال لك يقابل زاويه محيطيه قياسها 30 درجه. مش الزاويه المحيطيه بتساوي يعني، او الزاويه المركزيه بتساوي ضعف الزاويه المحيطيه المشتركه معاه في نفس القوس. تاني، الزاويه المركزيه تساوي ضعف الزاويه المحيطيه المشتركه معاه في نفس القوس. يعني هنا، يعني بص لو كملنا دي كده، المهم ان فوق الزاويه المحيطيه. احنا شغالين على زاويه مركزيه، فهو ما يقول لك ان هي زاويه محيطيه، لا انا عايز الزاويه المركزيه. فالزاويه المركزيه دي هي ضعف الزاويه المحيطيه المشتركه معاها في نفس القوس. يبقى انا لو عايز الزاويه المركزيه هي 60 درجه. طب هل ينفع في القانون ده احط 60 درجه؟ ابقى مجنون. 60 درجه دي بالتقدير الستيني، انا عايزها الدائري، يبقى اضربها في كام؟ في باي على 180، يعني هتساوي باي على 3. باي على 3 ده اللي هو التقدير الدائري، بدل ما انا كاتب باي يبقى ده تقدير دائري. يبقى 5 على باي على 3 كام دي؟ 4.77 سنتيمتر. بس كده. يبقى ركز ان احنا شغالين في زاويه ايه؟ مركزيه. قال لي زاويه محيطيه، يبقى انا اضربها في 2 عشان الزاويه المركزيه بتساوي ضعف الزاويه المحيطيه المشتركه معاها في نفس القوس. ما تنساش دي، عشان المجانين هيروح محول لك دي لتقدير دائري ويشتغل. اللي بعده ايه؟ خلاص بقى، ما احنا جبنا النق ب 4.77 من 100. نعمل نجيب المحيط ازاي؟ 2 باي نق في 4.77 طلع كام؟ 30. فده المحيط. يبقى احنا لفتنا دي عشان المحيط هو بيساوي 2 باي نق. فانا لو جبت النق خلاص جبت المحيط. انا جبت النق فوق خلاص، حط في القانون تلاقي المحيط ب 30. بس كده. خير خير خير. قال لك زاويتان مجموع قياسهما الدائري 3.71 دائري، والفرق بين قياسهما الستيني 30 درجة. عايز قياس كل منهما بالقياس الدائري والستيني. خير. هو قال لك ان مجموعهم بده والفرق ما بينهم ده، ولنفترض ان الزاوية الأولى مثلا س والزاوية الثانية مثلا ص. هو قال لك ان مجموعهم بده والفرق ما بينهم بده، يا تشتغل الاثنين ستيني يا تشتغل الاثنين دائري، شوف اللي يريحك. بس انا هحول دي لستيني. حول لنا دي لستيني كده، يعني 3 1/7 دي دائري، فهحولها ل60 ازاي؟ ان اضربها في 180 على باي، يطلع لي ال60 بتاعها بكام؟ دي اكنها يعني بص
3 في 7 21. 21 زائد 22 هديك انها 22 على 7. لو جالي رقم وجنبيه كسر يعني. فهحول دي لتقدير ستيني عشان يبقى الاتنين ستيني او الاتنين دائري، براحتك اللي انت عايز تعمله اعمله، مش هتفرق. انا فرضت ان الاولى س والتانية ص. ماشي، دي ص ودي س. فدي بص دي اكنها يعني اما اجي ارفع الاس، اما اجي ارفع قصدي الكسر ده، بضرب ده في ده زائد ده. يعني بص ده في ده 3 في 7 21 زائد 1 يعني 22. انت مش ناوي تكتب طيب؟ ماشي. يعني 22 على 7 في 180 على باي هيطلع لك 180 درجة. ده اللي هو القياس الستيني لمجموعهم. ده القياس الستيني لمجموعهم، كان بالدائري حولتها لستيني بس. فهو قال لك مجموعهم ب 180، يعني س زائد ص بتساوي 180 درجة. وقال لك الفرق ما بين قياسهما الستيني 30 درجة. انا اطرح ايه من ايه بقى؟ يعني اعمل ايه؟ هو الفرق ما بينهم 30، فانا ممكن اقول يعني يعني اعتمد ان س، بص يعني لما اقول ان س وصاد هما الزاويتين لازم احدد انهي الاكبر فيهم. لازم احدد انهي الاكبر. خلينا مثلا نقولها هي س ناقص صاد، يعني س هي الاكبر ب 30 درجه. يعني هنا قلت لك س اكبر من الصاد. اوكي. فس زائد ص ب 180 مجموعهم ده، والفرق ما بينهم اللي هو س ناقص ص ب 30 درجه. اعمل ايه؟ اجمع المعادلتين دول. يعني انا دي المعادله رقم 1 ودي المعادله رقم 2. بالجمع ده هيطير، هيبقى لي ان 2 س بتساوي 180 زائد ال 30 يعني 210. يبقى السين بكام؟ اما اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، فالسين ب 105 درجة. دي كده السين بالتقدير الستيني. طب عايز اجيب الصاد بالتقدير الستيني برضو اعمل ايه يعني؟ ما هي سهلة دي بقى. مش انا جبت السين ب 105، عوض في اي معادلة من دول، اي معادلة تعجبك هتطلع الصاد، اي معادلة اللي انت عايزها. شيل، انت عايز تعوض هنا، عايز تعوض هنا براحتك، انا هعوض هنا 105. فهنا بقى 105 زائد ص بتساوي 180، يبقى الصاد 180 ناقص 105، يبقى الصاد 75 درجة. كده جبت الصاد بالستيني وجبت السين بالستيني. عايز الصاد بالدائري يبقى 75 درجة. عايزها بالدائري يبقى اضربها في ايه؟ في باي على 180. طلعت كام دي؟ 1.3 دائري. طب 105 درجة اضربها في باي على 180 تديني بالدائري 1.83 دائري. بس كده. هو كان عايز ان كل واحدة فيهم بالستيني والدائري. احنا حولنا دي لستيني عشان نسهل مع بعض الدنيا، يبقوا الاتنين بالستيني. طلعنا ان السين 105، الصب 75، وحولنا الدائري هنا وحولنا الدائري هنا بالضرب في باي على 180. بس كده. اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل أ ب وأ ج ممسان للدائرة م التي طول نصف قطرها 6 سنتيمتر. بص بقى، انت ما تخشش السؤال كده مش بوشك على طول، لا، فنط هو مديك ايه وانت عايز تطلع ايه. هو انا عشان عايز اطلع دي، فعشان اطلع الحاجه اللي هو عايزها دي انا محتاج ده وده وده، فهجيب ده وده فاطلع الحاجه اللي هو عايزها. يعني ايه؟ بالراحه. انا هنا اول معلومه استفدتها ايه؟ قال لي ان أ ب وأ ج ممثلان للدائره م. ماشي، يعني ده مماس وده مماس، وانت المفروض اصلا من ثالثه اعدادي عارف ان ده هيساوي ده، المفروض يعني عشان دول ممثلين للدايره. وقال لك ان طول نصف قطرها ب 6 سنتيمتر، يعني انا طلعت من هنا عرفت ان نق 6 سنتيمتر. بسط المساله بالراحه هتلاقي ماشيه الدنيا تمام. وقال لك فاذا كان أ م ب 12، فين أ م ده؟ اهو اللي هو حاططه لي على الرسمه ده ب 12. ماشي، ايه تاني؟
فقال لك اوجد طول القوس ب ج الاكبر لاقرب عدد صحيح. فين القوس ب ج الاكبر اللي هو ده؟ مش ده ب ج الاكبر؟ لان ب ج الاصغر هو ده، فده ب ج الاكبر لاقرب عدد صحيح. فانا عايز طول القوس، يعني من المثلث ده سيتا دائري، ده لامدا نق. فانا عشان عايز اللام فهقول ان هو سيتا دائري في نق. انا فاهم بقى، انا فاهم ان سيتا دائري دي هي الزاويه اللي بيحصرها، الزاويه المركزيه اللي بيحصرها القوس ده اللي انا عايز طوله، صح؟ صح. طب نق بكام؟ نق قال لي ان هو بستة، يعني انا عارف ان دي بستة. ناقصني ايه بقى انا؟ يعني انا ناقصني ايه؟ ناقصني السيتا دائري بس كده. يعني انا لو جبت دي قعدت اتشقلب بقى في المساله، جبت دي جبت اللي هو طالبه خلاص. تعالى بقى ندور في المساله، احنا عايزين سيتا دائري دي نجيبها منين؟ بص بقى واحده واحده. هو قال لك ان ده ب 12، كلام جميل ومحترم وزي الفل. وقال لك ان طول نص قطر بستة، كلام جميل برضه، يعني ده بستة وده بستة اهو عشان اوضحها لك. ماشي كلام جميل. وانت عارف برضه من تالتة اعدادي ان النق او نص القطر بيبقى عمودي على المماس. يعني السؤال ده مليان تراكمي من اعدادي، فعشان كده بقول لك ان الرياضه تراكميه. انت خدت حاجه من اعدادي في سته ابتدائي في تانية ابتدائي هتطلع هتلاقيها في اي سنه انت طلعتها. فهنا انت عارف ان نص القطر ده عمودي على المماس، وهنا عمودي على المماس. يعني الزاويه دي ب90 والزاويه دي ب90، كلام جميل ومحترم. يعني ده مثلث قائم، ده مثلث قائم. فدي ب90 دي ب6، تبقى دي بكام يا ابويا؟ ده مش ده الوتر ب12؟ يبقى انا هقول ده اللي هو ضلع القايمه ده اللي هو هيبقى جذر. جذر ايه بقى؟ ده تربيع ناقص ده تربيع، يعني 144 ناقص 36. 6 جذر 3 ده 6 جذر 3. ليه قلت 6 جذر 3؟ عشان عرفت ان ده مثلث قائم، وانا عشان عايز اجيب ضلع القايمه ده فهقول جذر الوتر تربيع ناقص ضلع القايمه ده تربيع، فاجيب ده 6 جذر 3. وبرده ده ب 6 جذر 3. عرفت بقى ان ده بيساوي ده، عشان انت لو جربتها برضو ده مثلث قائم، الوتر ب 12 وده ب 6، نفس الكلام يطلع 6 جذر 3. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين الزاويه دي. نجيبها منين بقى الزاويه دي؟ خلينا نفكر كده. ها، تعرف تجيب اي زاويه؟ يعني بص، هو ده 12، طب ما ده 6، ايه يعني برضو مش ملمسه معاك؟ هو مش كان الضلع المقابل للزاويه 30 يساوي نص طول الوتر؟ صح ولا مش صح؟ طب ما هو ده، يعني انا كده اكتشفت ان دي ب 30 درجه عشان ده ضلع مقابل ليها وبيساوي نص طول الوتر اللي هو ال 12، يبقى دي ب 30 درجه، يبقى دي ب 60 درجه. سبحان الله، عشان ده مثلث قائم كلهم 180، دي 90 يبقى دي 30 دي 60. نفس الكلام هنا، دي 30 دي 60، عشان ده برضه ضلع مقابل للزاويه 30 وساوى نص طول الوتر، يبقى دي برضه 30 درجه. يعني دي كلها يا اخويا بكام؟ 120. شفت بقى الكلام؟ دي 120 تبقى دي بكام؟ 360 ناقص ال 120، يعني 240 درجه. مساله جميله. يعني دي ب 240 درجه. هل بقى ايدي تتقطع كده عشان ما احطش دي هنا؟ ما ينفعش احط دي هنا، دي بقياس ايه؟ 60، لازم احطها هنا بالتقدير الدائري. حول لنا دي بالتقدير الدائري، يبقى اضربها في كام؟ اضرب 240 دي اضربها في باي على 180، طلعت كام؟ 4. طلعت 4
مش هتكتبي طيب؟ يا زعلت كده. 4 وكم؟ 4.9 من 10. 4.19. يبقى انا دي رحت حولتها طلعت 4.19 دائري، اروح حاططها هنا اضربها في 6 جبت طول القوس اللي هو 25 و13. 25 و13 سنتيمتر. بس كده. مثال جميل جميل جميل، يعني ان انت كله تراكمي كله تراكمي، واكتشفت ان ده 6 وده 12 يودي على المقابل الزاويه 30 نص طول الوتر. هي دي كانت الفكره يعتبر في السؤال. وعرفنا ان دي 120 فدي كلها 360، فانا عشان اجيب دي عشان عايز طول القوس ده فلازم اجيب الزاويه المركزيه اللي قدامه مش اي حاجه تاني. الزاويه المركزيه اللي قدامه مش اي حاجه تاني. دي كانت 120 تبقى دي 240 اللي هو 360 ناقص 120. وحولتها لتقدير دائري ضربتها في الستة طلعت اللي انا كنت عايزه اللي هو طول القوس ب ج الاكبر. بس كده مفيش اي حاجه. نخش نحل شويه تمارين متنوعه. احنا كده خلصنا الدرس يعتبر، والدرس ما فيهوش حاجه غير هو قانونين وانت خدتهم. ان انا ده سيتا دائري، ده لام، ده نق. بس كده. هو مفيش غير القانون ده اصلا. وانا ده لازم استخدمها سيتا دائري، فعشان لو كان كده جابها لي بالستيني فاروح ضاربها في ايه؟ في باي على 180 اجيب الدائري. بس كده. فعشان كده لازم استخدم القانون ده في التقدير الدائري بس، ما ينفعش 60 قانون ما يشتغلش. تعالى بقى بيقول لك اذا كان القياس الستيني لزاويه ده فان قياسها الدائري بكام؟ بص كلام عبيط بقى اهو. 3 و14 درجه و12 دقيقه دي بالستين، قال لك بالدائري يبقى بكام؟ هضربها في باي على 180 طلعت بكام؟ وعرفت تكتبها ازاي على الآلة؟ طلعت كام؟ 75% مش موجودة في الاختيارات. نعمل ايه؟ نسيبها بدلالة الباي. 24% باي. بس كده. يبقى انا لما عملت دي على الآلة طلعت لي 24% باي. لو كنت دوست اس دي كان هيشيل لي الباي بس ويجيب لك قيمتها. اللي بعده بيقول لك اذا كان مجموع قياسات زوايا اي مضلع منتظم تساوي 180 درجه في ن ناقص 2 حيث ن عدد الاضلاع فان قياس زوايا الشكل الخماسي المنتظم بالقياس الدائري يساوي ايه؟ يعني هو مديني القانون اصلا. هو بيقول لي ان مجموع القياسات بتاع اي مضلع، مجموع القياسات كلها هو 180 في ن ناقص 2، ونون ده هو عدد الاضلاع. فهو عايز ايه؟ مجموع. هو عايز ايه؟ عايز قياس زوايا الشكل الخماسي المنتظم بالقياس الدائري يساوي ايه؟ فانا مجموع القياسات للخماسي يعني عدد اضلاعه 5، فهقول 180 درجه في 5 ناقص 2 يعني 3. دي بكام؟ 540 درجه. 540 درجه دي كده انا جبت المجموع القياسات بالقياس الستيني. انا بقى عايزه بالدائري. فهو كان مديني القانون انا بس عوضته ما عملتش اي حاجه تاني. هو بيقول لي ان مجموع الزوايا لاي مضلع منتظم هو 180 في ن ناقص 2، فعايز قياس زاويه الشكل الخماسي المنتظم بالتقدير الدائري. اللي انا جبته ده اهو، اللي انا جبته ده اللي هو 540 ده هو مجموع قياسات الخماسي كله بالتقدير ال60. ده المجموع كله اللي هو 180 وشلت النون وحطيت 5 عشان هو خماسي في عدد اضلاع 5 اضلاع. ف 540 على 5 عشان اجيب كل زاويه منهم بكام؟ ف 540 على 5 بكام؟ 100 وكم؟ 108. فال 108 درجه دي هي كل زاويه من زوايا الخماسي. بس ما هو خماسي منتظم يعني كل زوايا قد بعض. طلع مجموعه 540 قسمت على 5 فطلع لي كل زاويه منهم 108. هو عايزها بقى بالتقدير الدائري، يبقى انا هعمل 108 درجه هضربها في باي على 180 تطلع 3 باي على 5. وانا هنا كل الاختيارات بدلاله الباي، فاما اعملها كده وتطلع لي كده على الآلة مدوس اس دي، فهو عشان هو جايبها لي بدلاله الباي.
اللي بعده. بص يا عم، السؤال التالت بيقول لك طول القوس الذي يقابل زاوية محيطية قياسها ده 67 درجة ونص. دي زاوية محيطية. هو عايز قياس القوس الذي يقابل زاوية محيطية دي في دائرة طول نصف قطرها 8 سنتيمتر. طول القوس، القانون المجنون بتاعنا سيتا دائري، هنا لام هنا نق. انا عايز ايه؟ عايز طول القوس، عايز لام، يبقى انا هضرب سيتا دائري في نق. بس كده، هضرب سيتا دائري في نق. نق بكام؟ ب8. عايز بقى سيتا دائري. ايه سيتا دائري دي؟ هي الزاوية المركزية اللي بتحصر القوس اللي انا عايز طوله. هو قال لي ان هو بيقابل زاوية محيطية قياسها ده، فبيقابل زاوية محيطية قياسها ده، يبقى الزاوية المركزية اللي انا عايزها، انا ما بشتغلش محيطية، بشتغل مركزية. فالزاوية المركزية اللي انا عايزها هي ضعف الزاوية المحيطية، يعني ده في 2 بكام؟ ب 135 درجة. يبقى انا ضربت ده في 2 اداني 135 درجة، عشان دي زاوية محيطية، انا شغال على مركزية، فالزاوية المحيطية بتساوي ضعف الزاوية المركزية المشتركة معاها في نفس القوس. الزاوية المركزية ضعف الزاوية المحيطية المشتركة معاها في نفس القوس، عشان عكستها. فهل هحط دي هنا؟ لا، احولها بقى لتقدير دائري، اضربها في باي على 180 تطلع بكام؟ فتطلع 3 على 4 باي، فعلى 8 على 4 فيها الاتنين على 4 فيها الواحد، يعني 6 باي. بس كده، 6 باي اللي هو الاختيار رقم ب. وانا شايف ان الاختيار على طول بدلاله الباي، فانا ما دوستش اس دي، ما بقاش مجنون. انا شايف الاختيار بدلاله الباي، يبقى سيبها بدلاله الباي. ايه اللي بعده؟ بيقول لك قياس الزاوية المركزية المرسومة على القوس الذي طوله يساوي طول قطر الدائرة مقربا الناتج لأقرب درجة يساوي كام؟ قياس الزاوية المركزية المرسومة على القوس الذي طوله يساوي طول قطر الدايرة. بالراحة، واحدة واحدة. مش أنا عايز السيتا دائري؟ طب ما السيتا دائري هي بتساوي لام على نق. ماشي، بس هو راح قايل لي ايه بقى؟ ان طول القوس ده، او القوس الذي طوله يساوي طول قطر الدايره. يعني طول القوس بيساوي طول قطر الدايره، يعني ممكن اشيل اللام دي واحط مكانها 2 نق، يبقى سيتا دائري بتساوي 2، بتساوي 2 دائري. فانا عايز احولها لكام؟ وعايزها لاقرب درجه، فعايزها ل60. فهضرب 2 دائري دي، اضربها في 180 على الباي، طلعت بكام؟ طلعت 115 درجه. بس كده. هو بس ما لعبش في حاجه، يعني هو ما لعبش في اي حاجه، ما لعبش ان هو غير قال لك ان طول القوس يساوي طول قطر الدايره، فانا اشيل لام من القانون احط مكانها 2 نق اللي هو طول قطر الدايره. بس اللي بعده بيقول لك اذا كان قياس احدى زوايا مثلث 75 درجه وقياس زاويه اخرى فيه باي على 3، فان القياس الدائري للزاويه الثالثه بيساوي كام؟ يعني هو بيقول لك اول واحده في المثلث، ولنفترض يعني ان اول واحده دي 75 درجه، وانت عارف ان مجموع كله ب 180، فدي ب 75 درجه، واداك ان الثانيه بباي على الثلاثه، بباي على الثلاثه، يعني تقدير دائري. يعني الثانيه دي اللي هي باي على الثلاثه، بص دي تقدير ايه يا اخويا؟ تقدير دائري. فانا اعملها ازاي بقى؟ اشيل الباي واحط 180 وما اكترش، ما اكترش، مش عايزه 60 يبقى اشيل الباي واحط 180. وفهمنا ليه؟ عشان من غير ما اضرب في القانون، يعني اختصارا للوقت. ف 180 على 3 يعني 60 درجه. يعني كانت بص باي على 3 اهي، فدي دائري، فانا عايز احولها ل 60، فالمفروض هضرب في 180 على باي، فالباي هتروح مع الباي، يبقى 180 على 3 اللي هي 60. فاختصارا للوقت بشيل الباي واحط ال 180. ولنفترض ان دي 60 درجه، فكده الباقيه دي بكام؟ مش كلهم 180؟ يعني 180 ناقص 60 زائد 75، يعني 135
45 درجة. فال 45 درجة دي هي قياس الزاوية الثالثة، بس هو قال لك أنا عايزها بإيه؟ عايزها بالتقدير الدائري. ف 45 بالتقدير الدائري هضرب 45 في باي على 180 تديني كام؟ إيه؟ 1/4 باي. 1/4 باي أهي، يعني أكنها باي على 4 عشان الاختيارات كلها بدلالة الباي، فما دوستش اس دي. مش هفضل اقول لك بقى كل شويه. اللي بعده زاويتان متكاملتان الفرق بين قياسهما باي على 3، اوجد قياسي الزاويتين بالتقديرين الستيني والدائري. زاويتين متكاملتين الفرق ما بين قياسهما باي على 3. هو يعني ايه زاويتين متكاملتين اصلا؟ يعني مجموعهم 180. مجموعهم كام؟ 180. فلو قلت ان الاولى س والثانيه ص يعني مجموعهم 180. حللنا فكره شبهها دي وقال لي ان الفرق ما بين قياسهما باي على 3. باي على 3 دي انا عايز احولها ل 60 عشان اخلص زي دي، فهقسم لسه عاملينها في السؤال اللي فات، فاشيل ال 180 دي، اشيل الباي واحط 180. يبقى 180 على 3 يعني 60 درجه، يعني س ناقص ص يساوي 60 درجه. ده الراب بقى، الراب. فاجمع المعادلتين دول، ده يطير 2 س 180 زائد ال 60 يعني 240، يعني السين الواحدة ب 120. اما اقسم على الاثنين وعلى الاثنين فالسين ب 120 درجة، يبقى الصاد بكام؟ لو حطيت السين هنا ب 120 او عايز تحطها هنا حطها، فالصاد بتساوي 180 ناقص 120 يعني الصاد ب 60 درجة. ده تقدير ستيني وده تقدير ستيني. هو كان عايزها عايز الاثنين بالستيني وبالدائري، جبت له بالستيني. دائري يبقى 120 اضربها في كام؟ في باي على 180، والتانية 60 اضربها في باي على 180. دي طلعت كام؟ 2 باي على 3 باي على 3. بس كده كده جبتها بالستيني وده الدائري، ودي بالستيني ودي بالدائري. بس كده. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. حلنا فكرة شبهها عشان دي معادلة الأولى والمعادلة التانية جمعتهم مع بعض فطيرت دي والهري اللي أنت عارفه ده. إيه اللي بعده؟ بيقول لك دائرة طول نصف قطرها 7.5 سنتيمتر تمر برؤوس مثلث أ ب ج. تعال ادي مثلث اهو. هو قال لك ان دايره طول نص قطرها 7.5 سنتيمتر، يعني النق اللي انا استفدته من هنا هو 7.5 سنتيمتر. كلام جميل ومحترم. كمل بقى السؤال، ما تخشش على السؤال كده، افهم هو مديك ايه الاول. هو مديني ان النق ب7.5 وراح قايل لك تمر برؤوس مثلث أ ب ج. رحت انا عامل ايه؟ رسم المثلث ورسم الدايره حواليه أ ب ج. حلو، ماشيين مع المساله واحده واحده. وقال لك ان قياس زاويه ب أ ج بتساوي 60 درجه. قياس زاويه ب أ ج، ب أ ج يعني قياس الزاويه دي 60 درجه. حلو حلو. وبعدين قال لك قياس زاويه أ ب ج 54 درجه. قياس زاويه أ ب ج يعني الزاويه دي 54 درجه. يبقى الزاويه دي بكام يا حبيب قلبي؟ 180. من قبل ما اكمل المساله بقى انا بطلع النواقص اللي عندي. اول ما مش لسه هقرا المساله تاني، خلاص انا لقيت زاويه اعرف حاجه اعرف اجيبها هات على طول انت ماشي في الطريق. ف 180 ناقص 60 زائد 54 دي كام يا ابويا؟ 66 درجه. خلاص اهو، ما دام حاجه انا بعرف اجيبها هات على طول ما تسكتش. بعدين قال لك فاوجد اطوال الاقواس الثلاثه التي تقسم اليها الدائره برؤوس هذا المثلث. يبقى التعب ده يعني عايز طول القوس ده وعايز طول القوس ده وعايز طول القوس ده، عايز طول القوس ده وطول القوس ده وطول القوس ده. اجيبه منين بقى طول القوس ده وطول القوس ده؟ ده المركز
ايه يا ابوي؟ ده مركز الدايره. هي عايزه ايه طيب؟ مركز الدايره. فانا عشان اجيب طول القوس ده محتاج ايه؟ لام ده محتاج ايه عشان اجيب طول القوس؟ سيتا دائري في نق. عشان اجيب لام فهقول سيتا دائري في نق، سيتا دائري في نق، سيتا دائري في نق. النق ب7.5. ولنفترض انا عايز اجيب طول القوس ده. ولنفترض يعني انا عايز طول القوس ده دلوقتي. اهو 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 انا عايز طول القوس ده. فهقول لام بتساوي سيتا دائري في نق. انا بقى عايز احط سيتا دائري هنا، بس انا مش شايف اي زاويه مركزيه يعني. بس انا شايف ان لو الزاويه المركزيه دي اهو، مش دي زاويه مركزيه يا اخويا؟ طب ما هي الزاويه دي هي ضعف الزاويه دي. ليه بقى ضعف الزاويه دي؟ عشان دي زاويه مركزيه وزاويه محيطيه مشتركين على نفس القوس اللي هو ا ب. فدي المركزيه دي هي ضعف المحيطيه دي. فعشان اجيب المركزيه دي بكام؟ هو ايه يا اسطى في ايه؟ انت تعبت طيب؟ بسم الله. بكام يا ابويا؟ سيتا دي بكام؟ هضرب 66 في 2 يعني 132. فاللي طلع لي دي ال 132 درجه دي، ال 132 درجه دي بالقياس الستيني. والقياس الستيني ده هو الزاويه دي هي ضعف الزاويه دي، عشان دول مركزيه ومحيطيه ومرسومين على نفس القوس. فدي 132 انا عايزها بالدائري. نعمل ايه؟ نضرب في نضرب في كام يا ابويا؟ جدع اهو اللاعب بقى عارف. جدع نضرب في كام؟ جدع والله. اهو اللاعب اقسم بالله ما يفهم حاجه. ده ما يفهمش حاجه، فهم اهو بيحل. يساوي كام؟ 2.3. فدي اللي هنحطها هنا 2.3 دائري. تضربها في دي تطلع كام؟ 17 وكام؟ 27. كم؟ 17. الشاشة دي ملبوسة والله، ملبوسة يا عم. 17 وكام يا ابويا؟ 27 سنتيمتر. بس تيجي انت تحل التاني. تسلم. فاحنا كده جبنا طول القوس ده. حلو الكلام، جبنا طول القوس ده. طب عشان اجيب ده واجيب ده بنفس الطريقه بقى، بنفس الطريقه يعني دي، فهتبقى الزاويه المركزيه اللي قدامها كام؟ ضعف دي الزاويه المركزيه اللي قدامها كام؟ ضعف دي، بس وهكذا. وكمل على نفس النمط. هتجيب الثلاث اقواس دول، ده وده. انا جبت لك ده، هات ده وهات ده. في مشكله؟ مفيش مشكله. اللي بعده بيقول لك اذا كان طول القوس المقابل للزاويه المركزيه قياسها 60 درجه. طب نحولها على طول. احنا اللي هيدينا نقابله على وشه. ده القياس الزاويه المركزيه دي ب 60 درجه. عشان احولها للدائري هتبقى باي على 3. خلاص بقى احنا تعبنا. حولها انت بقى. اضرب 60 درجه في كام؟ بسرعه. باي على 180. في دائره يساوي طول القوس المقابل لزاويه مركزيه قياسها 80 درجه. فدي 80 درجه هضربها في باي على 180. تطلع بكام دي؟ 4/9 باي. 4/9 باي. هو قال لك ايه بقى؟ فنط المساله بالراحه بقى. بص، قال لك ان طول القوس المقابل للزاويه دي بيساوي طول القوس المقابل للزاويه دي. حلو. طب انا عشان اجيب طول القوس المقابل للزاويه دي، يعني لام بتاع ده بتاع الباي على 3 دي بيساوي ايه؟ مش بيساوي السيتا دائري؟ او خلاص بقى انا عارفها ان هي سيتا دائري. بص انا حولتها على طول اصلا من قبل ما اكمل السؤال، اللي هي باي على 3 في نق.
ده نسميه مثلا لام 1. طب لام 2 اللي هو طول القوس اللي بيحصر الزاويه المركزيه 80 درجه، هيبقى سيتا دائري في نق. سيتا دائري بتاعته خليها دي نق 1. سيتا دائري بتاعته 4/9 باي نق 2. حلو الكلام، حلو الكلام. هو قال لك ايه بقى؟ انك ان طول القوس ده يساوي طول القوس ده، يعني ده يساوي ده. عايز ايه بقى؟ عايز النسبة ما بين طولي نصفي قطري الدائرتين، يعني عايز النسبة ما بين نق 1 ونق 2. يعني انا عندي ان باي على 3 نق 1 بقت بتساوي 4/9 باي، 4 باي على 9 نق 2. امسح دي، نق 2. انا بقى عايز ده على ده. يعني انا ممكن اقول هنا مثلا هقسم هنا على نق 2 وهنا على نق 2 اهو، فدي نق 2، فخلاص راحت من هنا عشان انا قسمت يمين وشمال على نق 2. يعني بقى نق 1 على نق 2 بقى بيساوي دي، عشان اطيرها من هنا فاضرب في مقلوبها اللي هو 3 على باي، فده يطير مع ده وده يطير مع ده، وهسيب جنب يعني واضرب جنب والتاني لا يزعل. نضرب هنا برضو في كام؟ في 3 على باي، فالباي هتروح مع الباي. 3 في 4 ب 12، يعني 12 على 9 فيها تبسيطة، فيها تبسيطة على 3 فيها الأربعة، على 3 فيها التلاتة، يعني 4 على 3 اللي هي الاختيار رقم ب. سؤال جميل برضو، سؤال حلو. في مشكلة بس انت لو فاهم انت شغال في ايه، مش بتخش السؤال كده بوشك على طول، فاهم ان ده هيحصل كذا وده انا محتاجه لكذا وده لكذا، خلاص السؤال هيتحل على طول والله. ايه اللي بعده؟ اخر سؤال، اخر سؤال. بيقول لك مستقيم يصنع زاوية قياسها باي على 3 في الوضع القياسي مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، اوجد معادلة هذا المستقيم. ايه بقى الكلام ده؟ ده معلومة تراكمية. عشان اجيب معادلة المستقيم كنت بتقول ايه؟ مش كنت محتاج نقطة وميل؟ يعني انا عايز نقطة واقعة على الخط المستقيم ومحتاج ميل، صح؟ صح. طب خلينا نترجم كده السؤال او نفك الشفرة. بيقول لك مستقيم يصنع زاوية قياسها باي على 3 في الوضع القياسي. يعني ايه بقى في الوضع القياسي باي على 3؟ باي على 3 دي الاول عشان احولها ل 60 اعمل ايه؟ هل هضرب واضيع وقتي ولا اعمل ايه؟ لا، اشيل الباي واحط 180. ف 180 على 3 يعني 60 درجة. فقال لك بيعمل في الوضع القياسي 60 درجة، يعني دي ب 60 درجة. صح ولا مش صح؟ صح. وفي الوضع القياسي يعني بيحقق كل الشروط. فاكر الزاوية الموجهة رأسها نقطة الأصل وضعها الابتدائي محور س الموجب. هو قال لك بيصنع زاوية قياسها واي على 3، يعني بيعمل زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور س قياسها 60 درجة. قياسها 60 درجة، يبقى الميل ظا 60 درجة اللي هو جذر 3. ظا 60 بجذر 3. مش انت الميل كنت بتقول ان هو ظا الزاوية اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور س؟ طب ما هو ما الاتجاه الموجب لمحور س اهو. عرفت بقى فايده ان انت تبقى عارف في الوضع القياسي؟ تبقى عارف في الوضع القياسي دي عشان تبقى عارف ان هو بيعمل مع الاتجاه الموجب لمحور س، فالميل بجذر 3. طب وهو نقطه وقع عليه بكام؟ ما هي اهي اهي اهي. مش في الوضع القياسي يبقى في نقطه وقع عليه اللي هي 0 و0 اللي هي نقطه الاصل، يبقى صاد ناقص صاد النقطة 0 يساوي الميل اللي هو جذر 3 في س ناقص س النقطة اللي هو 0، يعني صاد بقت بتساوي جذر 3 س وبارك الله فيما رزق. دي معادلة المستقيم. كده يا اخويا احنا عملنا ايه بقى؟ عملنا انجاز. خلصنا الزاوية الموجهة، هتلاقيها في الفيديو اللي فيه الزاوية الموجهة بالتمارين المتنوعة بتاعتها، وحلينا أسئلة كتير عليها. الفيديو اللي تحتيها هتلاقي القياس الستيني والقياس الدائري وعليه تمارين متنوعه كتير كتير قوي كمان. استنى بقى الفيديوهات الجايه، الفيديوهات حل الواجب وفيديوهات الحصه الجايه بس. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.